محمد صلاح مدير فني والراجل لسه ما مشيش، هياخد الورقه دي وهيطلع الفيفا يقول لهم ده عزلوني ادوني 3 اشهر. عشان كده الورقه طلعت امبارح ما فيش فيها مدير فني، طلع اسمين محمد صلاح ومحمد حلمي، ده قبل ده وده قبل ده، ما كانش مشكله، ما كانش لسه الراجل مضى على انه مشي بالتراضي. ودي العمليه اللي عملت لغط قدام الناس مين فيهم المدير الفني. النهارده الصبح طبعا كان لازم يبقى في حازم، خلاص الراجل مضى ومشي وتصور فيديو وقال انا مبسوط عشان لو راح في الفيفا زي الراجل الكذاب اللي اسمه فريرا قال لك مرتضى ضربني وشتمني واداني بوديه في عيني، هو اصلا عشان فلوس قطر اكتر حضرتك. وللاسف الشديد بعض الزملكاويه يا دكتور عماره مصممين ان انا الراجل ده عورته وضربته، حاجه قله ادب يعني. زي يقول لهم ايه، طب ده هو مشي بعد موضوع السوبر لما مرتضى قال عليه فاشل بشهرين، ومن حق مرتضى يقول له انه فاشل لانه فعلا الراجل السوبر كان في ايدك ضايعه واتجلب 5 في تونس و4 مش عارف فين، يقول لك لا هو اصله ضربه ومشى. المهم فالصبح النهارده اتخذ قرار واحد، الاخ اسماعيل يوسف زي ما هو رئيس قطاع الكره في النادي، يعني بما فيه كل ده اداري، خلي بالك، بما فيه قطاع الناشئين، مدرسه الكوره، الولاد الموهوبين اللي هم اللي تحت السن، تمام؟ ده كله شغل اداري. يتباع على طول جمال عبد الحميد مدير كوره اداري بلا فنيات. كلام واضح اهو. يبقى احنا عندنا 3 فنيين، عندي رئيس جهاز اسمه محمد صلاح عشان سنه وخبرته ووجوده، ومدير فني مسؤول عن التشكيل وعن التغيير وعن كل حاجه اسمه محمد حلمي، تمام؟ محمد حلمي بقى هياخد راي مين؟ بياخد راي عبد الحليم مدرب عام، هياخد راي محمد صلاح. الكلمه اللي نقولها الاخيره لمين؟ المدير الفني لفريق نادي الزمالك اللي هو محمد حلمي. كلام واضح. انا سمعت النهارده ان محمد صلاح مشي وبكره تسمع مش عارف مين يمشي. والله انا عايز اقول حاجه، دي تجربه مصريه اصيله. احنا كنا بندفع حوالي، طبعا انت عارف الدولار كان ب 7 جنيه لما الراجل ده جه، النهارده بقى ب 11 جنيه ونص، تمام؟ يا نهار اسود. يعني شوف ضربه جامده والله. ده تجربه مصريين. هو خالد قماش مش نجح، هو حسام حسن مش نجح اكيد، مش في هو ايهاب جلال ده في المخصصه مش نجح، مختار مش نجح. هو مش خالد قماش ده غلب الزمالك رايح جاي، الراجل ده كان مدير فني والاخ ميدو كان مدير فني، غلب 1-0. هو حلمي طولان مش مدرب مصري مش نجح، تمام؟ انا بقول لك اهو، اسوأ 2 مدربين موجودين في مصر دلوقتي الراجل اللي اسمه بول والراجل اللي احنا ماشيين. قال لك بول بتاع الاهليون، انا بكلمك بجد. ده وده اسوأ 2 والله العظيم، اونطاجيه الاثنين اهو. ده حاول الراجل ده حاول. واخد بالك؟ والراجل اللي احنا طبعا بول ده مشكله محمود طاهر عايز يقعده يمشيه هو حر، لكن انا بقول لك اهو المصريين فعلا ثبتوا انه اولا عارفين العيال، عارفين نفسياتهم، واخد بالك؟ واحد من يعني مثلا ايه، انا مشكلتي كانت مع راجل زي ايه؟ واللي قبله اللي فندي ميدو اللي مشي، واحد زي ابراهيم عبد الخالق، واحد زي حمودي، واحد زي مكي، اللهم صل على النبي، في 3-4 لعيبه، محمد عادل جمعه اللي بيلعب بقى الشمال. طب اديهم فرصه، يعني احنا شاريينهم بحوالي 35 مليون، اديهم فرصه. يعني اللاعب يعني كلهم كانوا جايين من المنتخب، يعني حمودي ده كان بازل السويسري، مكي ده راجل كان بيلعب في منتخب مصر، محمد سالم ده يا جماعه ده الهداف بتاع المنتخب الاولمبي. طب ادي فرصه. لا هو معتمد على مجموعه لعيبه، مثلا معروف ده انا بعتبره من احسن لعيبه، بس لما تقعد